غادي نبداو في بول، غادي ندير قبصة ملح، 3 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، 100 غرام سكر الأسمر أو سكر سنيدة، ملعقة مبشور الحامض، وغادي نخلط مزيان حتى يتجانسو المقادير مع بعضياتهم. غادي نضيف كأس زيت نباتية وغادي نخلط مرة أخرى. غادي نضيف كأس حليب وغادي نضيف ياغورت بنكهة الفانيلا، هنا غادي نزيد ساشي ديال الفانيلا، كنت نسيت ما درتوش في الاول، وغادي نخلط الكل مزيان. غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، هنا درت الكأس الاول والكأس الثاني وغادي نخلط مزيان. الخليط ديالي باقي خفيف، غادي نضيف نصف كأس دقيق، يعني 2 كيسان ديال الدقيق الابيض. غادي نضيف خميرة ديال الحلوى، هنا درت خمارة ونص من فئة 11 غرام، المجموع 16 غرام. ممكن تستعملوا نتوما جوج من فئة 7 غرام او من فئة 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. غادي نضيف 2 معالق ديال الحامض معصر، ممكن تعوضوه بالخل الا بغيتو. غادي نجيب مول اللي غطيته بالبابي كويسون وغادي نخوي فيه الخليط بهذا الشكل. دهنته مسبقا بالزيت في الجوانب. بالنسبة للتزيين غادي ناخد 2 تفاحات محكوكين اللي أسرتهم من الماء ديالهم مزيان، نحاول أنني نوزع التفاح على الكيك من الفوق بشكل متساوي وما نخليش الفراغات. غادي نضيف الزبيب حتى هو، انا هنا عندي خليط ما بين الزبيب الاصفر والاحمر، نتوما ديروا اللي متوفر عندكم. وغادي نضيف اللوز افيلي، ممكن تستعملوه حتى الكاوكاو افيلي، حتى هو كيجي زوين في المذاق. واحد الاضافه بغيت نضيفها، غادي نزيد ساشي ديال سكر فانيلا، ممكن انكم تعوضوه حتى بالقرفه او ممكن انكم تستغناو عليهم بجوج. غادي ندخل الكيكه ديالي للفران على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه، كنخرجوها من الفران وكنخليوها تبرد وكنزينوها بالسكر كلاصي. الكيكه هي واجده، بالصحه والراحه.